كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب ظبط. بقولها من نفسي. حضرتك في منظمات غوص تسمع عنها؟ اكيد. قولها عدها. سيمنز، بادي، اس اس دي اي، بازاك. عد لي 5 منظمات غوص او اتحادات على مستوى العالم. غوص عامة ولا سكو؟ زي ما تحب. عندي سيموس، اس دي اي، اس اس اي، بادي. كمل. في التجاري دكتور الاميكا وفي الانسا، وفي منظمه تانية في السياحي سيموس بتاعتنا خاصه. سيموس بتاعتنا. ما هو قال سيموس، الاثنين دول قالوا سيموس. انا اقول لك قالوا ايه؟ قالوا سيموس وقالوا بادي وقالوا الاس اس اي وقالوا الاس دي اي. مفيش حاجات تانية تعرفها في انجلترا وامريكا تانية؟ ها؟ بازاك. طب ما قلتهاش ليه؟ انت قلت بازاك؟ ماشي. في حاجة بعد كده تعرف تسمع عنها؟ هي في ألمانية يعني. موجودة في السعودية كتير. ماشي. منظمة ناوي. حضرتك تقدر تقول لي، شفت اخترت صح، تقدر تقول لي السكيلز الخاصة ببعض المنظمات، وهقرب لك الإجابة إن مثلا منظمة زي منظمة بادي أو الاس اس اي أو الاس دي اي بتقول إن السكيلز مثلا 23 25 30 40. المهم الماكسيمم احنا ممكن نوصله لعدد كبير ونقلله من عد المهارة معينة، كذا جزئية فيها، كذا درجة صعوبة فيها. فعايز سيادتك تقول لي السكيلز الخاصة بشكل عام كدايفرز، كايه دايفرز بتعرض، كان بقى ماسك متعلق بين امبليكا في التجاري، او اللي هو السكوبا دايفنج بتاعنا اللي هو الرخوي او الذاتي عن طريق دايره التنفس اللي هي التنكات والشغل السياحي ريكيشن دايف. اتفضل يا فندم عد السكيلز. عندنا في الماسك عندنا أحلى ممكن دم. 3 انواع في الماسك او 4 انواع كمان، ممكن ربع. في ناس بتختلف على ربع الماسك، بس يعني احنا بنعلم عد يا باشا، يلا على صوابعك، عد على صوابعك عشان ربع ما يطلعش. الماسك، نص الماسك، فول ماسك من غير ما اقلع الماسك. ودي بتكون اسهل من ان انا اقلع الماسك كله عشان المايه اللي بتخش في مناخير الطالب او الستودنت. ده كده بالنسبه للماسك. ممكن اشير الاير اللي معايا بان انا اشيره بالاوكتوبوس اللي معايا، او ان انا شير اير بالسكند ستيج. ممكن ان انا اخلع حزام الرصاص لو انا لابس حزام الرصاص. ازاي اعرف اقلع حزام الرصاص تحت المايه والبسه تاني؟ ممكن لو انا معايا العده بتاعتي الجير بتاعتي، ازاي اقلعها تحت المايه وانا قاعد، او ازاي اقلعها وانا انترم. يعني لو مثلا ان انا بلبس الرصاص بتاعي في العده بتاعتي فلازم ابقى طاير، لو مش كده هيبقى قول لي تقسيمه الكيك كلها كده، الاربع مهارات اللي في الكيك. الكيكس هم 6: فروج، موديفايد فروج، فلاتر، موديفايد فلاتر، باكورد، وهليكوبتر. تمام. تقدر تزود على بعض المهارات اللي قالها الكابتن؟ في مهارات تانية غير اللي ما قالهاش، مثلا ان هو قال خلع الرصاص، وعلى مهاره الماسك ربع ونص. لا انا هنوفر الماسك عليك. كامل. هو جه عند الويت بيلت او الحزام الاثقال وما ذكرش 3 طرق خلعه. 3 طرق دول في ناس بتسميها مهاره خلع الرصاص بالطريقه دي، خلع حزام الرصاص بالطريقه دي. قولهم كده 3 طرق جربتهم انت، اكيد انت متعود على كذا طريقه فيه. 3 طرق هم 3 طرق في لبس الحزام وقلعه. ايوه. وانت عامل طعن برجلك. برافو عليك. جسوه نصفر كده، رجل ركبه فوق، وتحط عليها الحزام عشان الناس تبقى عارفه. الشكل الثاني من اداء المهاره، وانت يعني عاطي وشك للارض، نايم على بطنك، بطاح على ايوه، بتقلع وتلبس. برافو عليك. الثالثه لو جبت الثالثه عليك 10 درجات عمل سنه. الثالثه درجه، يعني نسبه كبيره من الدايفرز بيعملوها. وانت قاعد على ركبتك الاثنين ما تقلبش. برافو عليك، بس مش بالشكل ده. هقولها لكم. حضرتك بتنزل جسوه على رجليك الاثنين، وبتاخد الحزام بالطرفين، ايد عند الباكلز وايد عند الطرف بتاع العيش، وتحطه على الساقين، وتيجي نازل بالفخذ على الساقين قافل على الحزام، وبعد كده تسحب الحزام. انا بشكركم وسعيد ان انتم حضرتوا المحاضره النهارده. اثبات حضور اهو. 1 2 3 4 5 عشان بس لما تعمل نسبه الغياب. ومش بقول للناس عشان ما يتقالش الفيديو انتوا بتبعتوا الناس بره تقولوا الغياب، لا ده عشان نعرفوا الناس ان الناس دي بتحضر وناس مهتمه وناس كويسه. ماشي يا شباب. هيمسك ليدر الغطسه كابتن كريم وسعيد بيه النهارده، وهيكون المساعد بتاعه الكابتن. اسم حضرتك؟ ادم دوجلاس. يا ادم يلا بينا، اتفضل.